محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح. يا راعي بالجبل شويتك ممشوق الدوام. هجرني حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم كاني بحبك. قد كان طبعك هنا وليش غيرته. أنغام يمانية. رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أنغام يمانية، وما زلنا في حديثنا المتواصل عن السيرة الفنية للفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه برفقة ضيفنا العزيز الباحث في الشأن الثقافي اليمني الأستاذ عبد الحفيظ العمري. ربما أكثر ما كان يميز تجارب الفنان أبو بكر سالم الفقيه ومرافقته الفنية للشاعر أبو بكر المحضار يعني، وكانت فترة زاخرة بالعديد من الأغاني الجميلة والرائعة. هذه التجربة، تجربة الثنائي فيما بين الفنان والكاتب، وجدت لدى فنانين آخرين يعني كلنا نعرف، ربما سنأتي في حلقات قادمة على هذه الثنائية. الثنائي فيما بين أبو بكر والمحضار، باعتقادك طورت من انتشار الأغنية الحضرمية خاصة عندما خارج إطار حضرموت؟ المحضار كشاعر كبير طبعا معروف خارجيا. نعم. لم يغني له أبو بكر فقط، غنى له شعراء آخرين كثير، مجيد عبد الله الرويشد وغيرهم. فالمحضار هامة كبيرة، لكن لا ننسى أن الرجلين حضرميان. فكان هذا الأمر هو الذي لعب دور، أنه البيئة واحدة، ولذلك المشاعر اللي يكتبها المحضار يحس، وكان واضحا ذلك من خلال التغني مثلا مدينة حضرموت. كما أشرنا، الأغنية الحضرمية ربما كانت موجودة، لكن الفنان أبو بكر وربما المحضار وغيرهم من الفنانين الحضارمة يعني زادوها إشراقا وأسسوها بشكل أجمل وأروع، وأصبحت ربما مدرسة مستقلة بذاتها عندما نتحدث عن الأغنية اليمنية بشكل عام يعني. صح. نعم. بعد ذلك الفنان أبو بكر كما قلت يعني انتقل وحاول أن لا يتقوقع في إطار واحد أو في لون واحد معين، وقدم أغاني لمدارس يمنية أخرى غنائية معروفة، ربما أبرزها وكما قلت أصعبها الصنعاني. لماذا كثير ما نسمع كثير من الناقدين الفنيين يقول لك أنه ربما هذه ميزة كبيرة بالفنان أبو بكر، أنه تغنى بالأغنية الصنعانية وهي اللغة صعبة عليه يعني. أيوة، الأغنية احنا لا نقصد الصنعاني إنها صعبة بحد ذاتها، إنما لما نقارن نقول أن الفنان أبو بكر سالم الفقيه حضرمي والأغنية هي صنعانية، اللهجة تختلف، الكلمات المعاني، الأداء الكلمات، لكن أبو بكر استطاع أن يقدمها بشكل جميل ورائع جدا. لعلنا نذكر رسولي وأحبة ربا صنعاء عجائب كيف حالكم. وهل عندكم محل بالعاشق المضنى؟ وهل تذكرون مثل ما ذكرنا لكم؟ وهل تسألوا من جاء إلى أرضكم عنا؟ لأن وحق الله من شوقنا
يعني ربما حتى عندما تسمع أغنية صنعانية بصوت أبو بكر يعني تستهويك يعني ولا تشعر بفارق ربما في الأداء ما بينه وبين أي فنان لهذا اللون الغنائي. لكن هناك فنانين عندما يتغنون بأغنية مثلا حضرمية أو صنعانية أو عدنية تلاحظ أن هناك فارق أو تفاوت في لا يجدونها بشكل جيد. صحيح. لكن أبو بكر بحكم طبقة الصوت العالية التي لديه كما تقول الفنانة العراقية رباب أبو بكر أبو السبع الحناجر. بالفعل يعني والرجل فاز بجائزة ثاني أجمل صوت من ناحية الطبقات على مستوى العالم في 78. نعم. فالرجل لديه قدرات يريد يقدم الألحان المختلفة يعني صنعاني حضرمي خليجي هكذا. نعم. طيب بالنسبة للأغنية الصنعانية أبرز ما تستحضره ذاكرتك من أغاني قام بتأديتها الفنان أبو بكر يعني؟ رسولي طبعا رسولي يقوم بلغ الإشارة أشهر الأغاني. أغنية حبة ربع صنعاء حبة ربع صنعاء أيضا من الأغاني المشهورة. صحيح. في أغنية هضمت كثيرا لم تلقى لها رواج هي من غناها علي بن علي الأنسي بالعود وغناها أبو بكر التي أغنية يا ليل. يا ليل. يا ليل هل أشكو. غناها أبو بكر أيضا. الغريب أن غناها أبو بكر يعني. وهذه غير منتشرة كثير. نعم. أبو بكر الميزة في الأغنية الصنعانية نقدمها بالموسيقى. هذه الميزة اللي يقدم فيها غير لكن الآخرين قدموها بالعود فقط. نعم. أنا أتكلم عن موضوع إنه جلسات ما جلسات. أبو بكر لديه جلسات فنية بالعود معروفة. نعم. صحيح. لكن أتكلم عن الأغنية الصنعانية إن الآنسي أو غيره قدموها بالعود. وأهم ما يميز الأغنية الصنعانية هو العود. العود نعم طبعا. نعم. حتى الكلمات حتى الألحان اللي يقدمها أبو بكر بالموسيقى كان العود طاغيا. نعم. وجود الكمان. طيب صاحب الحفيظ إذا ما أحببنا أن نعطي الأخوة المستمعين مقارنة فيما بين أغنية صنعانية غناها الفنان أبو بكر وفنان آخر من تختار أو ما هي الأغنية التي ترى أظن يا ليل هل أشكو. يا ليل هل أشكو موجودة بصوت أبو بكر وموجودة بصوت علي بن علي الأنسي. طيب نتابع أولا بصوت الفنان علي بن علي الأنسي بالعود ستكون أكيد نتابعها. يا ليل إذن هذه الأغنية المعروفة والمشهورة يا ليل هل أشكو بصوت الفنان الأنسي نحاول أن نسمعها بصوت الفنان أبو بكر سالم بالفقه. أستاذ عبد الحفيظ بعد أن سمعنا هاتين الأغنيتين وحقيقة الأداء جميل وراء لأنه فنانين كبار يعني أنت ما الذي تراه من أوجه ربما مقارنة أو فنيات معينة لدى هذا الفنان أو ذاك أم أنهما كانا متوحدين؟ الرجلان مبدعان كلنا على طريقته يعني كما نقول كل له ذوقه. نعم
لديه جمهور ولونه أيضا لونه نعم. في الأداء. الآنسي طبعا فنان كبير بلا شك، والأستاذ الدكتور أبو بكر نفسه يتكلم عن الأمر هذا في زيارته لليمن في 2004 مناسبة عاصمة الثقافة. نعم. يتحدث مع الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق عن العلاعلة الثلاثة. من هم العلاعلة الثلاثة؟ دكتور أبو بكر قال العلاعلة الذين يستوون العلاعلة الثلاثة كما سماهم أبو بكر هم علي بن علي الآنسي وعلي السما وعلي بن علي صبرة الشاعر، فموجودين في صياغته يعني، والرجل يستحب يعني ما زال الأمر لديه. لما تقارن بين الأغنيتين الذي سيلفت النظر أنه الموسيقى فقط، يعني الموسيقى هذا عود وهنا يعني نقول هنا فرقة موسيقية، هذا الفارق. لكن الأداء كما قلنا كل بنكهته، يعني أنا لا يمكن أقول هذا أفضل وهذا أسوأ، لا، إنما هذا كل في محله، يعني كل في نكهته النكهة الفنية في الأداء. إذا يعني هذا ربما لون مهم هو لون الغناء الصنعاني، وقد ربما اجتازه الفنان أبو بكر سالم الفقيه بنجاح، وحقق جماهيرية جميلة ورائعة في أدائه للأغنية الصنعانية. إذا ما أتينا إلى الأغنية العدنية، والأغنية العدنية يعني أيضا كان لها وجود جميل ورائع في الستينات والسبعينات لعدد من الفنانين الذين يوصفون بفناني الأغنية العدنية، من ضمنهم محمد محسن عطروش، محمد سعد عبد الله وغيرهم. فنان أبو بكر أيضا تغنى بعدد من هذه الأغاني، وغنى لمدينة عدن أيضا يعني. كما تحدثنا في البداية غنى أكثر من أغنية عن عدن. يعني طائرة طيرة على بندر عدن، على شواطئ عدن، كل شيء معقول. يعني عدن تأخذ من حيز أبو بكر يعني كمية كبيرة لما نقارنها مع أي مدينة يمنية أخرى. طبعا باستثناء تريم هذه عاصمة مدينته إذا كانت صح التعبير. وعلى فكرة حتى في عندما يغني الأغنية العدنية تحس بأجواء عدن الجميلة والرائعة، والانفتاح الموجود أيضا لهذه المدينة على كل أطياف المجتمع اليمني. يعني أبو بكر لما تغني مثلا لما تذكر أغنية سير وتخبر مليح أسمر، ذكر مناطق من عدن، دورت ريف الخور والبندر ما حد عطاني منه أخبار، عادوا هنا أوسار، مناطق عدنية بالنص، الخور والبندر. خبر عملي حسمر بارع القامة حالي بمنظر، سير وتخبر عملي حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له الخور والبندر ما عطاني منه أخبار، عادوا هنا أوسار أنا سير وتخبر عملي حسمر بارع القامة هذه المنظر، سير وتخبر عملي حسمر بارع القامة هذه المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد عطاني منه أخبار، عادوا هنا أوسار ودورت له في الخور والبندر ما حد عطاني منه أخبار، عادوا هنا أوسار. كما تغنى بالمكلف في أغنية المشهورة سر حبي فيك غامض، المقابلة حققت انتشار كبير جدا، وغناها حتى فنانين عرب بعد راغب حرامة أشهرهم يعني. هذه الأغنية وثقت المكلف بشكل واضح، يعني لا يوجد مكلف في الخريطة إلا المكلف اليمنية يعني. هذه الأغنية طبعا كلمات المحضر وغنى أبو بكر من البدايات، ذكر مناطق واجهتنا خلف منطقة اسمها خلف صحيح. نعم. ولا تركت المكلا لك لما فيك معروف. لاحظ المنطقة الجغرافية، يعني أبو بكر لما يغني في أغانيه المناطق الجغرافية موجودة، عدن، صنعاء، مكلا، تريم، ساحل أبين موجود، البريقة على وادي الدور على طريق البريقة في واحد أغانيه. يعني الرجل مرتبط يعني نقول بالأرض اليمنية بشكل، ووحد الأغنية اليمنية. يعني طبعاً. من الأغنية الحضرمية للصنعانية إلى العدنية، يعني ربما كان فنان شامل في مثل هذا الأمر.
سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشقه كلف، ايش اوقعني في اشبهاتك وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا سرت وتركت المكللك اذا فيك معروف، ايش اوقعني في اشباكك وانا عيني تشوف، لا تعذبني والا سرت وتركت المكللك اذا فيك معروف. عودة إليكم مستمعين الكرام، ما زلنا في هذه الحلقة الجميلة والمتميزة في حديثنا عن مسيرة حياة الفنان الكبير والرائع رحمة الله عليه الفنان أبو بكر سالم بالفقيه. أستاذ عبد الحفيظ، عندما تحدثنا عن جزئية معينة ربما كان لها دور، لا أدري هل هو إيجابي أم سلبي في مسار الأغنية لدى الفنان أبو بكر سالم بالفقيه وغيره من الفنانين اليمنيين، وهو موضوع الاغتراب والبعد عن الوطن. هل ترى بأن هذه النقطة أثرت في الشاعر وجعلته يبدع ويعطي ما لديه بشكل أكبر؟ لا شك، يعني أنت لما تكون خارج الوطن سيكون الشجون أكثر من داخل الوطن، سيكون أي خبر يأتي من الوطن حاجة كبيرة، سيكون الشوق الوطن هو الحافز الكتابة، مهما كان الخلاف معك، نقول ايش، مهما تكون رؤيتك لوطنك، مهما صحيح الأوضاع ربما معاكسة، لكن الوطن وطن، يعني هذا وطنك مهما كان، وليكن حتى صحراء، هذا وطنك. أبو بكر سالم بالفقيه كان كشاعر قبل ما يكون كفنان، كان بقصائده تحس التشوق الوطن. على لا أذكر أم اليمن يقول عيني على كل من حلت ربوع اليمن. فالرجل يتحدث عن الوطن بشكل، يعني يتحدث عن الوطن من خارج الوطن، صحيح، وتحس بحنين في أدائه نعم. فهذا ليس عند أبو بكر فقط، عند الآخرين أيضا يعني. فهذه بلا شك يعني هذا أمر طبيعي. عيني على كل من حلت وليم اليمن، عيني على كل من يهوى ربوع اليمن، انت الاصل والفصل والروح والفن، من يشبهك من يشبهك انت الحضارة، انت المنارة، انت الحضارة، انت المنارة، انت الاصل والفصل والروح والفن، من يشبهك. لكن بالنهاية الغربة نفعت الفنان أبو بكر وغيره من الفنانين الذين خرجوا خارج الوطن، بحكم أن الأغنية اليمنية ربما للأسف عاشت نوع من التقوقع الداخلي. يعني ربما الآن في ظل وجود اليوتيوب وغيره أصبح الفن الغناء اليمني منتشر في عدد من الدول العربية، وهذا ما نلاحظه عندما ندخل هذا الموقع من إعجاب جميل لعدد من العرب بالأغنية اليمنية. لكن في ذلك الوقت يعني وفي ظل انحصار وقلة وندرة وسائل التي توصل الأغنية اليمنية، ربما الفنان أبو بكر يعني وجد فرصته عندما خرج من اليمن وانتشر بلا شك. طبعا هذا سبب، لكن في هناك سبب أهم، لو لم يكن يحمل الموهبة، لم يكن هذا جانب مهم حقيقيا أكيد، انتشر ولا شيء. صحيح. مهما كانت الظروف يعني، لكن أبو بكر لديه الموهبة، والفنان والشاعر والملحن نعم. من الملاحظة أيضا أستاذ عبد الحفيظ أنه هناك مدرسة خاصة للفنان أبو بكر في أدائه للأغاني. نجد أن هناك نوع من التلوين لأدائه للأغنية، لا يقف عند مسار معين بالأغنية، يعني نجده يتقلب من أداء إلى أداء من أداء، تجد الأغنية كأنها كرنفال يعني متنوع. يعني أبو بكر لديه طبقات الصوت متعددة، تحول من طبقات الصوت كما اتفقنا من قبل، أنه الفنانة رباب تقول صاحب السبع حناجر. نعم. هذا لعب دور أن الرجل يقلب طبقات الصوت بشكل كبير. هذه من نقطة ثانية، كما قلنا التنوع الجغرافي والتنوع الثقافي لعب دور أيضا. نقطة ثالثة أن الرجل مخارج الحروف والإخراج الجيد لعب دور. البيئة الصوفية والبيئة التي تربى عليها لعبت دور أيضا.
أنا أعرف ناس يعني غير عرب غير يمنيين من مصر ومن سوريا ومن غيرها عن طريق الفيسبوك يحبون أبو بكر ويعجبون بشعر أبو بكر. نقول لهم لماذا؟ قالنا يعني عندما يغني أبو بكر نفهم ماذا يقول. مخارج الحروف عنده واضحة وجميلة وطبعا إلى جانب نبرة الصوت الجميلة. فهذا واللغة الحضرمية لغة سهلة ومفهومة يعني وسهلة. استثناء طبعا لو وجدنا بعض الأغاني التي كتبت باللهجة الحضرمية القحة يعني التي لا نفهمها نحن ممكن في مناطقنا، لكن هذا لا يعني ستكون كلمتين يعني مش هذا الرجل بالتنوع هذا كله الذي صنع أبو بكر سالم، هذا القامة الفنية الكبيرة. صحيح. طيب هو الفنان أبو بكر خاض تجربة كتابة الكلمة الغنائية يعني ربما حاول نوعا ما أن يظهر جانب آخر من الجوانب الموجودة الإبداعية فيه يعني. كيف ترى أنت مستوى ما قدمه من أغاني بكلماته وألحانه في نفس الوقت يعني؟ ربما لو لم نعلم ذلك ما فرقنا ما بينه وما بين المحضار. ما بينه وبين المحضار. من قوة الكلمات. من قوة الكلمات. من أغانيه التي كتبها أغنية الله لطيف الله، ظبي في البستان، أبياتها يقول في أبيات جميلة فيها يقول هكذا الإنسان يحسب الدنيا وهي أدنى من الحسبان، لو بلغ من شان ما يفلت شيء سوى المعروف والإحسان. هذا من كلمات أبو بكر. هذه أغنية من كلمات. زهر في البستان والشفق عانق غصونه والقمر فرحان. زهر في البستان والشفق عانق غصونه والقمر فرحان. شهرنا شعبان قمري الوادي سجاع بالصوت والألحان. شهرنا شعبان قمري الوادي سجاع بالصوت والألحان. الله لطيف الله، الله لطيف الله، الله لطيف الله، الله لطيف الله، الله لطيف. هل تعتقد أنه استفاد من طبعا تجربة المحضار؟ طبعا بلا شك، هذا بلا شك. المحضار مدرسة كبيرة، كل من تعامل مع المحضار استفاد بلا شك، هذا أمر طبيعي يعني. أبو بكر في القصيدة هو أبو بكر في الغناء يعني. هو طبعا هو يعني عامل حسابه أنه القصيدة سيكتبها سيغنيه. طبعا هذا ليس شرطا، هناك بعض الأغاني غناها آخرون. صحيح. غناها آخرون وهي من كلمة أبو بكر، لأنه ربما لا يجد نفسه في أدائها يعني. سنذكر أغنية اللي غناها عبد الله الرويشد. يا ناسين حبايب ليل القصوى، يا ناس ما تذكروا أيامنا الحلوة بين القلوب السلية اللي بها حنوان. هذه كلمة أبو بكر وألحانه ربما طبعا، لكن اللي غناها هو عبد الله الرويشد. عبد الله الرويشد يعني كان هناك تعاون فني فيما بينه وبين الفنان الكويتي عبد الله الرويشد. ووجدنا الأغنية أيضا بصوت أبو بكر، لكن السائد أنه غناها لعبد الله الرويشد. طيب في هذه اللحظات نحب أن نسمع هذه الأغنية يعني، في أيهما تحب أن تسمعها؟ ما رأيك نسمع؟ مقدمة الأغنية توضح. مقدمة الأغنية عبارة عن حوار ما بين الرجلين يتحدثان عن هذه الكلمات، وعن ينطق أبو بكر بعض الكلمات ويغني بعض الأبيات، ثم يغني الرويشد بالشعر. فأعتقد البداية هذه كويسة. يا ناسين الحبايب ليش بالقسوة، يا ناس ما تذكروا ليلاتنا الحلوة، فين القلوب السلية اللي بها حلوة، ردوا على خل محروم اللقاء محروم، ردوا على خل محروم اللقاء محروم، ردوا على خل محروم اللقاء محروم. يا ناسين الحبايب ليه بالقسوة، يا ناس ما تذكروا ليلاتنا الحلوة، يا ناسين الحبايب ليه بالقسوة، يا ناس ما تذكروا ليلاتنا الحلوة، فين القلوب السلية اللي بها حلوة. عودة إليكم مستمعينا الكرام، وما زلنا في مجريات هذه الحلقة والتي ربما تدنو من ختامها
لكن كختام لهذه الحلقة أستاذ عبد الحفيظ، كيف ترى هذه المسيرة الجميلة والرائعة التي ربما للأسف الشديد انتهت بوفاة الفنان أبو بكر سالم الفقي، وفاة أيضا حتى الشاعر أبو بكر المحضار، يعني ربما أعمدة للأغنية الحضرمية للأسف لا تعوض ولا يوجد من يغطيها الآن، يعني ذهبت، لكن يظل الأثر موجود له. كيف تقيم نهاية هذه المسيرة الفنية الجميلة للفنان أبو بكر سالم الفقي؟ بالنسبة للموت كل حي سيموت والرجل ذهب إلى ربه. المحضار سبق أبو بكر بالوفاة في سنوات عديدة. نعم. المحضار في وفاته في 2003 2004 يعني تقريبا. نعم. أبو بكر أعتقد أنه عاش حياته وقدم كل فن جميل، سواء كان بالأغنية الحضرمية الصنعانية اللهجية العدنية أو الخليجية أو بشكل عام الأغنية العربية عامة. ترك بصمته التي لا تمحى، صوت غير مكرر، لحن غير مكرر. تعاون معه كثيرون من الفنانين، لعل أشهرهم غير فناني الخليج وردة الجزائرية. نعم. تعاونت مع أبو بكر وغنت معه بعض الأغاني. انت الامل اللي عايش في ظل السنين، وانت المنى اللي اطلبه في كل حين. انت الامل اللي عايش في ظل السنين، وانت المنى اللي اطلبه في كل حين. وانت خليلي ما بدل بديل. وفي مدى الساعة تعرفنا سوا، ضحكت لنا الدنيا وفنان الهوى. وفي مدى الساعة تعرفنا سوا، ضحكت لنا الدنيا وفنان الهوى. بنحاول تسعد كل من قلبه وابوينا سيتذكر الأجيال أن هناك فنان عاش على هذه الأرض، فنان كبير غنى للأرض، غنى للحب، غنى للحياة بصوت مميز لا يكرر. لم أجد من الفنانين الذين حاولوا أن يقلدون أبو بكر صوتا يشابه صوت أبو بكر. صحيح. حتى الذين يسمعون أصوات لا تتكرر بالفعل. حتى الذين يحاولون أن يقلدون صوت أبو بكر قد يقلدون الأداء، قد يقلدون اللحن، لكن الصوت صوت مميز جدا. يعني حتى ما تستمع لأبو بكر وهو يغني جوار فنانين خليجيين صوتا مميزا. حتى ابنه أصيل لا يشابه صوت أبيه يعني بشكل كبير. صحيح. كان حافظا الشعر وراويا للشعر، لديه مقابلات في اليوتيوب يروي من الشعر سواء الصوفي أو الشعر العربي بشكل جميل يعني. نعم. فنانا مبدعا مثقفا كبيرا رحمه الله. رحمة الله عليه. نعم أستاذ عبد الحفيظ، مهما حاولنا أن نستعرض سيرة هذا الفنان وما قدمه للأغنية اليمنية ربما لن نوفي حقه، لأن الوقت قصير مقارنة بمسيرة حياة لإنسان مثل أبو بكر سالم الفقي. لكن أستاذ عبد الحفيظ، نختم هذه الحلقة بأغنية جميلة ورائعة وصف بها الشعب اليمني والمواطن اليمني ولقت إعجاب كبير جدا. تقصد أغنية اليمن طيب؟ اليمن طيب، نعم. الميزة أنه غناها في 2004 في عاصمة الثقافة. نعم. في المسرح المفتوح في صنعاء. نعم. كلماته طبعا أبيات فيها جميلة. وأنت عاشق ديارك، قوم مهم انفض غبارك، المكلا لك ولك صنعاء ولك بندر عدن. لاحظ الربط، توحيد جميل ورائع. صحيح. والألحان الجميلة وغير الناس خلال اليمن. الختام سيكون جميل، مسك الختام مع هذه الأغنية وإهداء جميل لكل الأخوة المستمعين. إذن مستمعين الكرام، قبل أن أترككم مع هذه الأغنية الجميلة والرائعة أستودعكم الله وأشكر ضيفي العزيز الباحث في الشأن الثقافي اليمني الأستاذ عبد الحفيظ العمري، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مع فنان آخر وفي حلقة قادمة. نستودعكم الله ومع هذه الأغنية الجميلة والرائعة. وعلى دروب الخير دون يا قلم هكذا، ولا يعيد السير
عزام الهمم وهكذا وعلى دروب الخير دون يا قلم وهكذا ولا يعيد السير عزام الهمم هكذا وعلى الغصون الطير غراد وانسجم وعلى الغصون الطير غراد وانسجم اليمن طيب يا ناس حلان اليمن طيب يا ناس حلان اليمن طيب وأطيب يا ناس حلان اليمن طيب قدمنا لكم محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح يا راعي بالجبل سويتك ممشوق القوى هجرني حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم تاني بحبك قد كان طبعك هنا وليش غيرته أنغام يمانية رحلة بحث فنية في حياة نجوم الأغنية اليمنية. الإعداد والتقديم خالد ناجي الفقيه. الإشراف العام صلاح القادري.